في هالصقعة ما فيش أحسن من البازين، واليوم درت لكم بازين بالفول والحريقة، وجبة شتوية بامتياز. أول حاجة نقعنا الفول المدشش ليلة قبلها، حطيته في مية وشوية بيكربونات وحطيته في طنجرة الضغط لعند ما طاب. خديت هنا دقيق الشعير، في ناس تحب تغربله أو تخلطه بالدقيق الأبيض، أنا لأ خليته زي ما هو، حطيت له الملح وبديت نضيف له في المَيّة بالتدريج لعند ما تكوّن عندي عجينة متماسكة زي ما أنتم شايفينها بالشكل هذا. هي قسّمتها لعند 3 كِوَار، يعني نبي نديرهن زي القنّان، هذه الطريقة اللي نعرف نديرها أنا. ما نعرفش ندير بالعجانة، ندير فيه بالطريقة هذه، يعني مش بالمعصرة، بالقنّان. فزي ما أنتم شايفين وطّيتها ولازم تغلي المَيّة وحطيت فيها ملح، وحنخلّيه لمدة من نُص ساعة إلى ساعة حسب كبر القنّان وحسب درجة حرارة المَيّة طبعًا. هنا الفول بتاعي طاب، في اللي يحب يطحنه، في اللي يخلّيه هكاهي. حنحط شوية من زيت القديد، أو لو عندكم قديد طبعًا أحسن. وحطيت بصل وطماطم حكّة وفلفل حار طبعًا، ولازم إبزار، هذين هن بهاراتنا. وحنحطوا أكيد الملح. حنخلّوها تتسبّك، وحطيت لها مَيّة ونخلّيها شنو توقف على دهانها زي ما تقولوا. بعدها أنا حطيت كمية الفول زي ما قُلت لكم، في الفول اللي يحب يخلّيه أكتر هيك يعني باين أكتر، وتزيدوا الكمية اللي أنتم تبوها، وتزيدوا المَيّة لو حسيتوه غليظة واجد. طبعًا في حاجة أنا راحة التصوير اللي هو فص ثوم وكمون، لو تحبوا تزيدوا، بس أنا ما نحبش، يعني أنا نفضّل حتى من غير. تو نديروا الحريكة، حطيت زيت، ممكن زيت زيتون أو زيت القديد، وبصل يكون مقرّب يعني كبير شوية، وتحرّكوا لعند ما البصل يتكرمل أو يقعد لونه شوية بني. بعدين طبعًا تبّي فلفل أحمر حار، هي اسمها حريقة يعني تبّي تحرق، وخفّفتها بشوية مَيّة وخلّيتها برضه إيش، تتسبّك هيكِ ويطلع دهانها. نجو القنّان بتاعنا بعد مرور الوقت لازم تفتحوه تشوفوه إنه هو طاب من جوّه ما عادش فيه اللون الأبيض، طبعًا ساخن، أنا مش حنقدر نديرها بإيديّا بصراحة، استخدمت العجانة حرف الK، خلطتها ليّا كويس. وبعدين حنبدأ ندلكه على الطاولة لعند ما يتمولس معانا ويقعد إيش رطب وحلو، ما فيش أي تشقُّقات. وديروا الحركة هذه عشان يطلع معاكم شكل البازين حلو، الشكل المتعارف عليه. طبعًا لمّا تحطوه في القصعة ثبتوه، هذه هي الطريقة يثبتوها، وبعدين نحب نصب أنا الدهان من فوق عشان تقعد تلمع. وصبينا الطبيخة متاعنا، طبيخة الفول بالشكل هذاهي، وخلاص فاضل بس إن نصبوا الحريقة، وصحتين وعافية، هيك حتاكلوا أحلى بازين في الشتا، ما فيش أحلى منه ومن أكلاتنا التقليدية. إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو، ما تنسوش تديروا شير ولايك، وإلى اللقاء في وصفة جديدة.